السلام عليكم، مرحبا بكم معنا على قناتنا لوجيستيكوس اللي كتهتم بالجديد ديال اللوجيستيك سبلاي تشين والتكنولوجيا. السيكتور ديال السبلاي تشين غادي يحظى ويشوف تغيرات كبيره في 2026. هاد التغيرات غادي يكونوا على لي موديل اوبيراسيونيل التقليديين اولا الكلاسيكيين. اللي كنقصدوه بلي موديل اوبيراسيونيل هي الطريقه باش كنقوموا بالعمليات داخل الشركه، لانهم ما بقاوش كيتماشاو مع التطور التكنولوجي اللي كيخلق متطلبات من نوع جديد في الأسواق التجارية، وكذلك باش يكون استجابة قوية للقوانين اللي كتبان جديدة. من أهم التغييرات اللي غادي يبدلوا ويديروا تغييرات جوهرية اللي غتوصل أنها غيتبدلوا فيها حتى التصميمات ديال العمليات اللي كيقوموا بها الشركات في التصنيع ديال المنتوجات أو التوزيع وحتى اللوجيستيك. هادشي اللي غيخلي الشركات يكتسبوا صمود ضد التطور باش ما يطيحوش ويكون عندهم استدامة طويلة في المستقبل. اللي هما 5 ديال أهم التغييرات. أولا supply chain hyper connecté et visibilité en temps réel. الشركات ما غتبقاش مكتفية فقط بأنها تكون عارفة فين عندها ستوك، ولكن توصل لدرجة تكون عندها une visibilité au niveau de chaque article. يعني خاصها تكون عندها واحد رؤية شفافة على كل بياسة عندها في الشركة، تكون عارفاها فين كاينة بالضبط وفي أي وقت بغات. هادشي اللي غيخلي الشركة تحتاج تخدم بلي كابتور اي او تي وحتى الاي اي، لانه هذاك البرودوي اولا الارتيكل اللي كنقوموا بالتتبع ديالو فراه كيرجع مصدر ديال المعلومات اللي كيعاوننا اننا نقوموا باصلاح جميع المشاكل اللي كيقوم بالمواجهه ديالها في طور التصنيع اولا التخزين اولا حتى التصدير ديالو. هادشي اللي كيخلي الشركه تربح في الرياكتيفيتي اللي هي ميزه قويه اللي كيخص كل شركه تكون عندها باش تقدر تواكب وتستمر. ثانيا لا تراسابيليتي كوم ايسونس دو لا سوبلاي تشين. باش الشركه تقدر انها تواجه التحديات ديال القوانين الدوليه اللي كتكون في ميادين ديال صناعه الادويه او المواد الغذائيه، الشركات كيكونوا مطالبين باش تكون عندهم واحد البلاتفورم دو تراسابيليتي سونتراليزي اللي هما منصات ديال امكانيه التتبع المركزه. باش الا بغينا مثلا نعرفوا مثلا شي برودوي نعرفوا منين جا اولا نعرفوا فوقاش تصنع اولا، يعني كيوفر لنا هاد لا تراسابيليتي، هاد الميزه هادي اللي كتضمن النزاهه ديال المعلومات اللي متعلقه باي برودوي من المصدر حتى النهايه ديالو بجميع محطات اللي داز منها. ثالثا لوتوماتيزاسيون او سيرفيس دو لومان. الشركات غادي يقوموا باستغلال التكنولوجيات الجديده باش يسهلوا العمل على العمال ديالهم، لانه غادي يبداو يستعملوا الاي اي في اتخاذ قرارات بسرعه وروبو في العمليات الشاقه باش يعاونوا العمال في التسيير. هادشي اللي غيخليهم يربحوا الوقت باش العمال يركزوا على العمليات اللي فيهم قيمه مضافه كبيره. هادشي غيعاون الشركه باش تربح بزاف ديال الوقت وتستغل الموارد ديالها بطريقه جيده. رابعا اللي هي روبوستيس بريفيزيون اي كولابوراسيون. الشركات غيولي عندهم واحد القدره باش يقوموا باستباقيه في التصميم ديال لي فلو اي لي لايوت ديالها باستعمال لي جيمو نيميريك اللي هما لي زابليكاسيون دو سيمولاسيون والاي اي بور لا سيمولاسيون اي لاناليز بريديكتيف. واذا قمنا باستعمال الطريقه اللي ذكرنا قبل اللي خاصه بلا فيزيبيليتي دي دوني، هاد التكنيك ديال لي جيمو نوميريك كتسمح لينا اننا نقوموا بالتصميم ديال مثلا ديال واحد المغازا د ماتيير بروميير غير في البيسي بلا ما يكون حقيقي. واذا دخلنا معلومات صحاحين هاد السيميلاتور غادي يعاوننا نعرفوا المشاكل اللي نقدروا نواجهوها في المستقبل ونتجنبوها. خامسا لا ديورابيليتي سو كونترول. باش الشركه تحافظ على الاستمراريه ديالها كيوجب عليها تحافظ على الثقه ديال الزبائن ديالها، وباش تقوم بهذا الشيء فهي مطالبه باش تضمن الالتزامات ديالها. هذا الشيء اللي غيخلي السبلاي تشين مانجمنت تكون هي الاداه الاساسيه باش الشركه تلتزم وتحافظ على الاستمراريه ديالها. وختاما الشركات اللي غيقدروا يقوموا بهذه التغييرات مستقبلا غيكون عندهم حظ كبير باش يتقدموا ويحافظوا على المكانه ديالهم في السوق التجاريه او لا في سلسله التوريد اللي كينتميو ليها.